تعال نتكلم مع بعض عن مراحل العزل المائي للسطح. طبعا السطح بيتكون من عزل مائي وعزل حراري. اليوم ان شاء الله احنا بنتكلم مع بعض عن خطوات العزل المائي. الناس تركز معايا في الفيديو، والفيديو ان شاء الله هيفيد ناس كتير جدا. العزل المائي للسطح، اول ما بتستلم السطح اول حاجه تعملها تنظف السطح بالكامل. تاني حاجه تبدا تشوف تعمل رقبه الزجاجه اللي هي هنا بزاويه 45 عشان العزل يتعمل بكل اريحيه وما يكونش فيه مشاكل. تاني حاجه بعد كده تبدا تشوف الصفايات بتاعتك، لازم تبقى عامل الميول بتاعك. طبعا المساحات الصغيره اللي زي كده في الفلل ما بنضطرش ان احنا نعمل فيها خرسانه رغويه عشان نظبط الميول، دي بتبقى موجوده في الخرسانه. لما بنيجي نصب السقف بيكون فيه نسبه ميول، حتى لو ما كانش فيه نسبه ميول مع البلاط لان المساحات ما بتكونش كبيره. اما لو المساحات كبيره فبتضطر ان انت تعمل خرسانه رغويه. نقطه مهمه جدا، لما تيجي تركب الصفايه لازم تحاول ان انت تكسر حواليها وتنزل الصفايه للاسفل، عشان ديت منطقه ممكن تجمع ميه لو الصفايه عاليه، فلذلك احذر من تركيب الصفايات، دي من النقاط المهمه. ثالث نقطه مهمه جدا حوالين المواسير. كل المواسير اللي موجوده عندك في السطح بالنسبه للتكييفات او اي مواسير لازم يتعمل خرسانه حواليها عشان تقدر تعزل عليها وما يحصلش تسريب، لان دي مناطق ضعف وبيحصل عليها تسريب، فلذلك لازم تعمل خرسانه زي ما احنا شايفين على المواسير بالكامل. دي نقطه مهمه جدا. بعد كده بتبدا تعمل اول حاجه اللي هي البرايمر زي ما احنا شايفين، تعمل البرايمر للسطح بالكامل. بعد ما تعمل البرايمر بعد كده بتبدا تركب الممبرين اللي هو الرولات زي ما احنا شايفين على السطح بالكامل. مهم جدا لازم يكون في اوفرلاب زي ما احنا شايفين، اوفرلاب ده مهم جدا لان دي برضك مناطق ضعف، فلذلك لازم تاخد بالك من النقطه دي. خلصت بعد كده الممبرين بالكامل وعزلت بالكامل. بعد كده النقطه المهمه ان انت لازم تختبر العزل، نقطة مهمة جدا، لازم تختبر العزل، تعبي السطح بالمية بالكامل. وبعد كده بيجي مهندس التأمين، لازم تبلغ مهندس التأمين إنه يجي يشيك على العزل. بالإضافة إن أنت طبعا لازم تراقب العزل من تحت وتبدأ تشوف فيه تسريب عندك ولا لا. الأمور تمام يبقى أنت كده اختبار العزل معاك نجح والعزل تم بالشكل الصحيح. خلصنا العزل المائي، إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن العزل الحراري بالنسبة للسطح. الله يعطيكم العافية.